هل تعتقدون أن الحكومة محقة في دعايتها بأنه هناك مؤامرة من أحزاب تونسية وأطراف سياسية يعملون مع سفارات أجنبية لإسقاط الحكومة في مارس الحالي؟ هذه كما كان يقول قبل بن علي. هذه بن علي كان يقول الناس يتآمروا مع السفارات، معناها كيفاش الدنيا تقلب الأحوال. أنا هذه ما نمنش بها الحكاية هذه. وعلى كل حال ما نجمش يكون انقلاب. شكون يجم يقد انقلاب في البلاد؟ فما كان زوز يجم يقدوا انقلاب في البلاد، اما الجيش ولا الامن. ما ثماش قوه اخرى قادره في البلاد باش تعمل انقلاب. ما نجمش يجي حزب اليوم يعمل انقلاب. هما قبل كانوا الأحزاب اللي كانوا يحكيوا في السفارات وكانوا يمشيوا معناها عندهم علاقة كبيرة مع الدولة، ما يقدروش يعملوا انقلاب. الانقلاب ينجم يكون كان من الزوز هياكل هذوما، ما دام الزوز هذوما وطنيين وجمهوريين، ما ثم حتى داعي باش تحكي على انقلاب. شو الانقلاب؟ كان شي انقلاب ديمقراطي. تجي مثال في المجلس التأسيسي وتعمل تصويت، وفي التصويت أغلبية تقول لا نحب نحي الحكومة هذيك تسميها انقلاب ولا تسميها ديمقراطية؟ هم يسموها انقلاب. لو كان جي تعمل تصويت في المجلس التأسيسي وتقول يا سيدي طيح الفوت دو كونفيونس وتطيح الحكومة، انقلاب هذاك مش انقلاب. الانقلاب معناها أما الجيش جاي عمل الانقلاب ولا الأمن، هذاك هو الانقلاب. معناها يظهر لي أنا كلام زايد. هذا واضح جدا.